زي ما قلت لك انا هدفي من الكورس ده مش مجرد ان انا اديك معلومات، لكن انا هدفي من الكورس ده ان اخليك تندمج في شركه وتدخل الشركه ويبقى في حاجات كتير انت مطلع عليها، ومش مش عاوزك تتصدم صدمه دخول الشركات وان انت في حاجات كتير مش عارفها، وان مش كل حاجه هتبقى حاجه تكنيكال خاصه بالفيلد بتاعك انت او المجال بتاعك انت. فانا حابب اكلمك النهارده عن حاجتين، هكلمك عنهم باختصار جدا. الحاجه الاولى هي سلاك، والحاجه التانية هي تريلو. طيب ايه سلاك؟ سلاك ده هقولها لك باختصار، حاجه زي الواتساب كده بس لكل شركه، يعني شركات كتير بتشتغل بيه. هتدخل هتلاقي شات، هتقدر تتواصل مع زمايلك في الشغل، تقدر تسيرش تبحث عن زمايلك اللي موجودين معاك في نفس الشركه. بيبقى في جروبس موجوده على السلاك ده، تيم معين بيبقى موجود عليه، مثلا جروب الموبايل ديفلوبرز، جروب الباك اند ديفلوبرز، جروب الديزاين، جروب جنرال، جروب المناسبات. يعني بتلاقي حاجات كتير قوي ليها علاقه بالشغل خاصه بالسلاك ده. فخلينا نقول سلاك ده هو الواتساب بتاع الشركات. فانت هتدخل هو سلاك، صدقني التعامل معاه سهل جدا. انا عاوزك بس تعرفه كمعلومه عشان لما تدخل تتسال في الانترفيو عارف يعني ايه سلاك، تقول له اه طبعا عارف يعني ايه سلاك، وتبدا تتكلم. تعال اعمل كده ساين ان وذ جوجل. تعالى، مش فاكر اصلا انا كنت سجلت بيه قبل كده ولا لا. it looks like you are new to Slack. ده اكونت جديد، انت لما تبقى داخل الشركه هيعملوا لك انفايت على الورك سبيس بتاعتهم، فبالتالي هتدخل هتلاقي كل حاجه خاصه بالشركه، هتلاقي زمايلك في الشغل، هتلاقي كل الحاجات دي. فتعال نعمل كده create a workspace. انت مش هتعمل الخطوات دي وانت داخل الشركه، اللي بيعمل الشركه يعني اللي بيعمل الخطوات دي حد تاني غيرك، يعني انت بتبقى invited للشركه دي. what's the name of your team؟ Udemy team. انا بكتب طبعا اي اسم، ممكن تضيف صوره next. skip this step. طبعا انت هنا هتدعي زمايلك. what's on right now. خلينا نقول مثلا ايه Udemy course. دي الشانلز. خلينا نقول next. start with the limited free version. طبعا في حاجات مدفوعه. انت هتدخل هتلاقي بقى، شوف الشكل ده هو الشكل الموجود. زي ما قلت لك هتعرف تسيرش هنا عن زمايلك، عن الجروبس، عن الشانلز دي اللي هي الجروبس. هتدخل تبعت رساله هاي تيم، وبيقدروا يربطوا برضو بيقدروا يربطوا حاجه زي الجيت هاب مثلا، بيقدروا يربطوها هنا. يعني حاجات عاديه خالص، انت مالكش دعوه انت بالحاجات دي، لكن خليك عارف ان الشانلز دي هي جروبس، وعندك الدايركت مسجز دي الرسائل اللي هتبقى للناس العاديين. ده اللي انا عاوزك تعرفه من سلاك، وعشان لما تتسال عليه في الانترفيو. طيب تاني حاجه انا حابب اتكلم عنها وهي تريلو. تريلو ده هو موقع بننظم فيه الشغل بتاعنا. يعني ايه بننظم فيه الشغل بتاعنا؟ انت دلوقتي شغال في شركه، بيجي لك تاسكات. التاسكات دي بقى بتجي لك ازاي؟ احد الطرق ان انت بنستخدم تريلو ده. طبعا عندنا حاجات تانية زي جيرا وحاجات كتير، بس مثلا انا هقول لك حاجه زي التريلو دي، وانت يعني لو جيت تشتغل على التانية اكيد هتفهم من نفس السيستم يعني. طيب التريلو ده عباره عن ايه؟ عباره عن بوردز. انت بتكريت بورد مثلا، تعال نسميها موبايل اب ديف مثلا. طب فاحنا دلوقتي عندنا مثلا، تعال نسمي دي مثلا تو دو. تمام. ونضيف مثلا دو مثلا، دي الحاجات اللي انا شغال عليها. ونضيف حاجه تانية اسمها ان تيستنج، تيست. حاجه اسمها done development. طيب بنقدر نضيف قرضات مثلا ايه. خلينا نسمي التاسك الاول لينا finish موبايل UI. انا بقول لك مثلا يعني، وبتبدا التاسك. تقدر طبعا تدخل هنا تكتب تفاصيل التاسك بتاعك واللي انت هتعمله واللي انت وصلت ليه. يعني بتقدر عندك فلكسبيليتي كتير يعني. نبتدي مثلا بالتاسكيه دي. انا فينيش موبايل اب مثلا، دي المفروض حاجه هعملها. طيب انا عاوز ابدا فيها، عاوز التيم يعرف ان انا بدات فيها، بنقلها مثلا هنا في الدون. طيب اتنقل بقت ان تيستنج.
هو حاليا دلوقتي في التستر ممكن ياخدها ينقلها بقى دان ديفلوبمنت، وممكن نضيف واحده كمان اسمها ببلشت. طريقه لتنظيم الشغل ده اللي انا عاوزك تعرفه دلوقتي عشان لما تدخل الشركه وتتسال فيه. بس كل الحاجات التانية هيبقى امرها سهل، انك تتعامل معاه، ان انت تضيف كومنت، ان انت تعمل الحاجات دي امرها سهل. ده كان فيديو النهارده، عارف ان هو اتطول عن كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها السريعه، النصايح اللي في الاخر دي، بس انا كنت حابب اوضح لكم الحاجتين دول. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.